السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعينا على قناتنا كريز وحبهان. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل تورتة بطريقة حلوة قوي. تورتة كلها شوكولاتة في شوكولاتة لعشاق الشوكولاتة فعلا. بقى فيها كمية شوكولاتات حلوة ومعمولة بالنوتيلا والجناش، وهتعجبكم. طريقتها سهلة ما فيهاش أي مشكلة خالص. يلا بقى تعالوا خليكم معانا عشان نشوف الطريقة بالظبط والمقادير. اول حاجه هنبتدي بالكيكه. معانا 6 بيضات وفانيليا سايله ومعلقه من محسن الجل، وكمان معلقه خل ونص كيلو من الاسبونج الجاهز وتلت نص كوبايه من الميه. يا ريت الميه يا جماعه تبقى ساقعه شويه. هنكسر البيض كده زي ما حضرتك شايفه، وهنضربه مع معلقه المحسن ومعلقه الفانيليا وكمان معلقه الخل. هنضربه ضربتين بس كده لحد ما البيض يعلى معايا ويعمل فوم بسيط. وبعد كده هنحط بقى بقيه المقادير. طبعا لو ما عندكيش حضرتك فانيليا سايله ممكن تستخدمي الفانيليا البودر عادي. هنحط معلقه الخل هنا بيساعد على الهشاشه وكمان بيضيع صفاره البيض خالص. هاضربها زي ما قُلت لحضرتك كده ضربتين، وبعد كده هاحط بقى المَيّة والسبونج بتاعي. طبعًا السبونج ده جاهز يا جماعة، ما بنحطش فيه سكر ولا أي حاجة، لإن هو فيه كل المكونات بتاعته. هنفضل بقى نضرب في الكيكة لحد ما لونها يتغيّر وتعلى معايا والقوام يتماسك كده زي ما حضرتك هتشوفيه في الآخر. هتاخد ضرب معانا شوية كده. ف وبعد كده بقى هنجيب الصينية، دي صينية مقاس 28. بُصّوا القوام اللي أنا وصلت له بعد الضرب. طبعًا أنا باريّح المضرب كل شوية في الضرب ده. حطيت بقى مادة دهنية في الصينية وحطيت فيها كمان ورقة زبدة، وبعد كده بدأت حطيت المقدار بتاعي وبدأت أساويه زي ما حضرتك شايفة. باحاول أساوي السطح على قد ما أقدر عشان ما تطلعش عندي قُبّة عالية أوي. طبعًا هتدخل الفرن على درجة حرارة 180. بتاخد تقريبًا 40 دقيقة ل45 دقيقة حسب برضه الفرن بتاع حضرتك. يعني بعد نُص ساعة تقدري تتابعيها وتشوفيها. طبعًا إحنا بنختبرها بالخلة قبل ما بنطلّعها، بنختبرها من النُص. هنيجي بقى لمقدار الكريمة. معايا كوباية من الكريمة ونُص كوباية من السكر، وكمان هنحط عليهم كوباية ونُص من المَيّة. تقريبًا مقدار المَيّة ده مضبوط جدًا عليها. لو حضرتِك وأنتِ أثناء الضرب حسيتِ إن هي متماسكة، ممكن تحطي نُص كوباية أو ربع كوباية من المَيّة أثناء الضرب. يعني كوباية الكريمة بتاخد من كوباية ونُص مَيّة إلى كوبايتين. بس برضه إحنا في الجو البرد ده تقريبًا ممكن تزيد شوية كمية المَيّة. هنجيب بقى الكيكة. زي ما إحنا قُلنا، طلّعناها من الفرن بقى وسِبناها تريّح. لو أنتِ حضرتِك متاح عندِك إن أنتِ تسيبيها يوم كامل يبقى أحسن وتشتغلي فيها تاني يوم. لو مش متاح هتسيبيها مثلًا 3، 4 ساعات على الأقل وبعد كده تشتغلي فيها عشان تبقى خدِت راحتها كده وارتاحت. تمام. أنا كده جِبت بقى المنشار وباشيل القُبّة اللي فوق وباشيل كل الأجزاء اللي هي بتبقى ملزقة دي، لإنها بتبقى متجمّع فيها زفارة البيض فأنا مش عاوزاها خالص. وهابتدي أضبّطها من فوق وكمان هاشيل برضه الجوانب، ومن تحت برضه هاشيل الطبقة اللي تحت دي. يعني على قد ما أقدر إن أنا أكون مضبّطاها، ولو في أي حتّة غامقة باشيلها خالص باخلّيها مضبوطة عشان أقدر أقطّعها وتبقى سهلة معايا في التقطيع. طبعًا أنا باشيل الجوانب دي عشان ما تضايقنيش أثناء التجليس، لإن طبعًا حضرتِك وأنتِ بتجلّسي لو الطبقة دي يعني ناشفة معاكِ شوية أو واخدة طبقة كده منها بتضايقِك في التجليس أو بتاخد كريمة كبيرة. جِبت هنا بقى المنشار بتاعي وبدأت أضبطه على يعني إيه، علّيته على اللي هو إيه، قاعدة المنشار، علّيت سِنّة بعد قاعدة المنشار شوية. التقطيع ده بيرجع لحضرتِك، يعني أنتِ وحريتِك. جِبت بقى البورد ده مقاس 32. وبدأت أحُط عليه شوية من الكريمة وحطيت عليه أول ديسك من الكيكة. و سقيته كده بشربات، شربات خفيف خالص زي بتاع الحلويات الشرقية، معمول بقى بكوباية من المَيّة عليها كوباية من السكر. يغلوا غلوتين، أحُط عصرة نُص ليمونة، وبعد كده أسيبهم 3، 4 دقايق يغلوا وأسيبهم يبرد خالص، وبعد كده أشتغل بيه. طبعًا زي ما حضرتِك شايفة كده حطيت طبقة من الكريمة. طبعًا الكريمة دي أنا حطيت عليها بعد ما ضربتها وضبّطتها، حطيت عليها شوية من الجناش عشان تبقى كريمة شوكولاتة، أو يعني كريمة بطعم الشوكولاتة. وجِبت بقى شوية من المربى حليب. أنا عاوزة بقى أدلّع التورتاية بتاعتي فاحط لها حبة حشوات حلوة كده، فجِبت مربى حليب وهاحط بقى منها شوية كده بين الطبقات. جِبت الديسك التاني وبرضه بنفس الطريقة حطيت سقيتها. وبرضه هاحط برضه كمية من الكريمة، يعني نفس الخطوات هتتكرر معايا هي. حضرتِك بقى ممكن في الحشوات اللي جوّه ممكن تحطّي مكسرات، ممكن تحطّي كريسبي، ممكن تحطّي جناش، ممكن تحطّي نوتيلا. يعني الحشوات اللي جوّه دي حسب اختيارِك وحسب المتاح عندِك.
بس بصراحة هي بتدّي طعم حلو أوي مع التورتاية أمّا بتكون محشية، وده برضه بيرجع للorder اللي عند حضرتِك واللي أنتِ بتعمليه. أنا هنا برضه حطيت هنا شوية من الجناش، يعني في الطبقة دي حبيت أحط جناش، وبعد كده حطيت بقى آخر طبقة عندي من الكيكة وبرضه باسقيها. يعني باحاول إن أنا أشرّبها كده شربات، لإن طبعًا سقي الكيكة ده بيخلّيها soft كده وطرية معايا وتبقى بتخلّيها حلوة أوي. هادّيها بقى هنا طبقة من الكريمة، طبقة خفيفة كده، أحاول أخفِّف الطبقة اللي أنا بادّيها، لإن أنا عاوزة ألِم الفرافيت والفتافيت الكيكة اللي بتبقى موجودة على الكيكة، عاوزة ألمّها بشوية الكريمة دول، فأنا هاعدّيها طبقة خفيفة كده تلِم لي الحاجات اللي على الكيكة كلّها، وبعد كده هادّي طبقة بقى تانية من الكريمة تكون طبقة نضيفة خالص عشان ما تبقاش فيها أي بواقي كيكة. زي ما حضرتِك كده شايفة أنا باستخدم الscraper والspatula برضه في الشغل مع التجليس. ده الscraper كده باحاول أضبّط بيه الجناب، وباحاول أي طبقة أو أي منطقة ما فيهاش كريمة أدّيها الكريمة بتاعتها. هنا بقى جِبت كيس تلاجة عادي وحطيت فيه كمية من الكريمة، وبدأت بقى ألِفّها حوالين التورتاية كده عشان أدّيها الطبقة زي ما قُلنا الطبقة التانية من الكريمة. حضرتِك ممكن تستخدمي الspatula عادي من غير ما تستخدمي الكيس، أو الكيس بيسهّل عليكِ برضه، يعني اللي حضرتِك بترتاحي له في الشغل هتعمليه. بس هو ميزة الكيس بصراحة إن هو بيدّيني تساوي في كمية الكيكة اللي أنا أو كمية سوري معلش كمية الكريمة اللي أنا بانزّلها على التورتاية. كده بقى أنا جلّست الجوانب، وبدأت أجلّس كمان السطح بتاع التورتاية. طبعًا يعني باحاول بإيدي تبقى خفيفة وأنا باجلّس، وبامشي عليها كده، وباحاول إن أنا أوزّع الكريمة في كل أجزاء التورتاية عشان تبقى واخدة يعني تبقى متساوية، ما تبقاش عندي حتّة عالية وحتّة واطية، لإن ده طبعًا هيبوّظ لي المنظر الأخير أو الfinish بتاع التورتاية. باحاول برضه إيدي تبقى خفيفة كده من الجوانب وأنا باعملها عشان ما اسحبش الكريمة اللي أنا حطيتها تاني وارجع أعيد كل الخطوات اللي أنا باعملها تاني. طبعًا زي ما قُلنا أي مكان فيه حتّة مكشوفة كده من الكيكة زي ما حضرتِك شايفة كده بالضبط، باحاول إن أنا أغطّيه بالكريمة واعمله تاني واسحبه برضه سحبة بسيطة كده لحد ما تضبط معايا واحس إن هي كلّها اتغطِّت وبقت مضبوطة تمامًا. دايمًا باقول يا جماعة إن الخطوة بتاعة التجليس دي بتبقى أكتر خطوة بتاخد وقت، لإنها بتبقى هي شكل الfinish للتورتاية، وهي بتبقى يعني أنا باعتبرها إن هي تبقى من أكتر الخطوات اللي ممكن حضرتِك تضبطيها أو ما تضبطيهاش، فتدّيكِ الشكل النهائي للتورتاية حلو والّا مش حلو. فهي عشان كده بتاخد وقت. معلش يا جماعة الجزء ده وقع وأنا باصوّر ما خدتش بالي، بس كل اللي أنا عملته إن أنا جِبت عملت روزيتات بالكريمة زي ما حضرتِك شايفة كده قسّمتها ل4 وسيّحت الجناش بتاعي. الجناش ده يا جماعة موجود على القناة جناش اقتصادي معمول بطريقة سهلة وبسيطة. وحطيته كده في الجوانب زي ما حضرتِك شايفة في الربعين اللي قدّام بعض كده. وجِبت برضه نوتيلا وسيّحتها على حمّام مَيّة وحطيتها فيها شوية زيت، بس شوية زيت يكونوا مش قليلين عشان تبقى النوتيلا عندي طرية كده وأنا باقطّع، ما تبقاش متماسكة وجمدت معايا على التورتاية، فأنا هاحاول أدّيها كمية يعني حلوة من الزيت وتخلّيها سايحة معايا كويس. زي ما حضرتِك شايفة كده حطيت برضه في الربع ده وباحط في الربع التاني. بس هي كانت النوتيلا جمدت معايا شوية، فأنا حاولت إن أنا أضبّطها ورُحت كده على البوتاجاز حطيتها كده سخّنتها بنفس الكيس، فأقوم حاططها بس سقطتها كده في مَيّة سخنة وطلّعتها وبدأت أصُبّها عادي خالص، فبقت سهلة معايا فهي بتتصَب في المَرّة التانية. هافرد بقى النوتيلا على الجزء بتاعي بتاع التورتاية كده، وهاجيب المعلقة اللي أنا ماسكة بيها دي وهاعمل شَد كده فيها، يعني أنا هاحاول أعمل لها تجزيعات كده بتبقى شكلها حلو في التزيين وبتدّيني شكل جمالي. وبعد كده بقى هابدأ أحُط التزيين الأخير بقى. جِبت شوكولاتة ترانسفير على شكل قلوب حطيتها، كل جزء من الربع الأرباع اللي قدّامي دي هاحاول أعمل فيها تزيين مختلف. وجِبت مالتزر من الصغير وحطيته، طبعًا باحاول أكسر اللون فحطيت أبيض، وفي اللي جنبها جِبت شوكولاتة معمولة في القوالب. حاولت بقى أكسر هنا اللون، فجِبت الdust وبفرشة كده دهنت كده عليه لوّنت الشوكولاتة ورشيت رشة كده من الdust عشان أكسر ألوان الشوكولاتة دي وأدّيها لون دهبي حلو. وكمان الشوكولاتاية اللي أنا حاطاها فوق دي أنا عملتها جِبت شوكولاتة سيّحتها وحطيتها على ورق فاكيوم ولفّيته كده وسِبتها لحد ما جمدت، وبعد كده خرّجتها من ورق الفاكيوم وحطيتها زي ما حضرتِك شايفة بالضبط. هنا جِبت بقى شوكولاتة مبشورة وحطيتها على الجزء الرابع ده، يعني حاولت إن أنا أزوّد يعني
إيه أخلّيها كلّها مدّية طعم الشوكولاتة في شوكولاتة. وقُلنا زي ما كل مرّة بنقول التزيين ده بتاع حضرتِك، بس هي أفكار إحنا بندّيها لبعض، ويا رب إن شاء الله تكون التورتاية بتاعة النهارده عجبتكم، وتكونوا استفدتوا منها حتى لو استفادة بسيطة. ويا ريت بقى ما تنسوناش في اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزّله بإذن الله، وتسيبوا لي تعليق جميل يشجعني، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.